دخل المدير الفني لمنتخب الجزائر جمال بالماضي على الخط في الجدل القائم حول الأحق بنيل جائزة الكرة الذهبية الإفريقية لأفضل لاعب لعام 2023، حيث من المتوقع أن تقتصر المنافسة عليها بين الحارس المغربي ياسين بونو، النجم الجزائري رياض محرز، والمهاجم النيجيري فيكتور أوسيمهون. واعتبر بالماضي خلال مؤتمر صحفي عقده قبيل مباراة الجزائر بملعبها مع منتخب الصومال في افتتاح التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 أن محرز يستحق الكرة الذهبية الإفريقية، خاصة وأنه فاز بثلاثية تاريخية مع فريقه السابق مانشستر سيتي الإنجليزي وأتم. لا يوجد لاعبون أفارقة كثيرون فازوا بلقب دوري أبطال أوروبا. لا أعرف المقاييس المعتمدة لمنح الكرة الذهبية الإفريقية، لكنني أعتقد أن محرز هو الأفضل. وكان محرز قد أثار في وقت سابق الجدل بتصريحات حول أحقيته بانتزاع الكرة الذهبية الإفريقية هذا العام أكثر من الدولي المغربي ياسين بونو حارس الهلال السعودي. في المقابل، وحسب العديد من المتابعين للشأن الإفريقي، يبقى ياسين بونو الأوفر حظا لنيل الجائزة مقارنة مع نجم منتخب ثعلب الصحراء، لكونه يحتل الرتبة 13 عالميا ضمن تصنيف أحسن اللاعبين في العالم، في حين أن اسم محرز لم يرد حتى ضمن أفضل 300 لاعب في العالم. كما ساهم حارس عرين الأسود بقوة في بلوغ المنتخب الوطني المغربي لدور نصف نهائي مونديال قطر 2022، كما قاد فريقه الإسباني السابق إشبيلية للفوز بالدوري الأوروبي، فضلا عن بلوغه نهائي السوبر الأوروبي، وقبلها تتويجه السنة الماضية بجائزة زامورا. وسيمنح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف في 11 ديسمبر المقبل جائزة أفضل لاعب إفريقي لموسم 2022-2023، والمعروفة أكثر باسم الكرة الذهبية الإفريقية، في حفل سيقام في مدينة مراكش.